عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. كتير من الناس بيبقى عنده احساس ان هو يستحق معامله خاصه، تمام، معامله احسن من اللي بيقدمها للناس او ممكن تكون زيها بالظبط. يعني لما بتتعامل مع حد بنفس يعني بتعامل حد بشكل معين، بتستنى ان هو يكون بيعاملك بنفس الطريقه بالظبط، بالمثل زي ما بيقولوا كده. تمام. بس لما بتكتشف ان هو بيتعامل معاك معامله تانية، او انت وقفت معاه او قدمت له حاجه وهو ما قدملكش وانت اتحطيت في نفس الموقف، ويمكن كمان موقف اقل، وهو ما فكرش ان هو يبذل الحد الادنى من المجهود، فانت بتحس انا يعملوا معايا كده، ده انا اكتر واحد وقفت معاهم في كذا كذا. حتى بينك وبين نفسك انت بتعمل كده مش عشان تقول انا عملت ايه وسويت ايه، بس في نفس الوقت بتبقى حاسس ان المعامله دي انت ما تستحقهاش، خصوصا ان انت اديت 100% بتوعك تجاه الشخص ده وهو ما ادكش حتى 20 او 30% من اللي انت اديته له. بيننا وبين نفسنا كده بيبقى عندنا فعلا الاحساس ده، اللي هو انا متوقع، خصوصا ان انا مثلا لما اتعامل مع حد بلطف زياده او بكرم زياده، او ان انا اعمل حاجه، ببقى دايما متوقعه انه لازم اكيد المردود هيبقى زي ما انا عملت له، اكيد هو هيعمل لي. وبنتفاجئ بعد كده وبنزعل، مع ان كل مره بنقعد نقول يا جماعه الناس مش زي بعض، وبطلوا نتوقع، علشان ما يعني بنزعل في الاخر. ومش كل حد ممكن يكون هو ده بالنسبه له نفس الطريقه، بس طريقته مختلفه عنك مثلا، بس دايما بنزعل. وسبيشالي بقى لما تعامل حد وحش، ماشي، وانت عارف من جواك اللي هو طبعا انت مش مواجه نفسك ان انت بتعامله وحش او ان انت بتضايقه بحاجه، واول ما يعاملك بنفس المعامله، ايه ده؟ ازاي يعمل معايا كده؟ طب بالنسبه اللي انت كنت حضرتك بتعمله ايه؟ مش معانا في مش معانا على الخط. ما هو ده اللي انت كنت بتعمله، عمرك ما تقتنع ان انت لا انا ما كنتش بعمل كده. المشكله ان انت لما بتتعاملي مع الناس كويس وهم بيأثروا معاكي بعد كده، فبتبتدي تقولي انا هتعامل بالمثل في الموقف اللي بعد كده اللي هم بيتحطوا فيه، فتبتدي تعامليهم بنفس الطريقه اللي عملوكي بيها، بيتهموكي بالتقصير. طبعا، لان هم ما عملوش حاجه، انت اللي عملت، وانت واوقات انت بتكون قاصد ان انت تعمل ده علشان توصل لهم هم حسسوك بايه، مش اكتر. يعني انا اتكلمت مرة واثنين وثلاثة وقلت ان انا ما بحبش مثلا المعاملة دي، الطريقة دي بتضايقني، بعد اذنك الجملة دي ضايقتني. طب تمام اوكي، مقتنعش، خلاص. الطريقة الأخيرة بقى اللي هو خلاص دي آخر حل معاك، إن أنا هعاملك بنفس الطريقة وهقولك نفس الكلام وهحسسك بنفس الأحاسيس، علشان البعيد يحس بقى، يعني يمكن تقتنع لما تحس بنفس اللي انت خلتني أحس بيه. والناس بتتضايق جدا. ليه يا جماعة الناس بتتضايق لما بتكون المعاملة بالمثل؟ تمام ولا إيه؟ صح. في ناس كتير تقولك أنا عملت اللي ما تعملش لإيه للناس ما تستاهلش. بعض المصطلحات كده بتبقى مكتوبة دايما يعني. بتندم قوي لما تقعد اللي هو تحس ان انت عملت مجهود كبير وكنت بجد مقدم حاجات كويسة جدا لحد، وفي الاخر حسيت له لا ده ما يستاهلش. انا اللي ضايقني اكتر مش يعني هو دلوقتي هو اتحط في موقف فانا وقفت جنبه وعملته بشكل معين، انا اتحطيت في موقف هو ما عمليش اي حاجة، الدنيا دوارة، الدنيا حطيته في موقف تاني فانا ما عملتش زي ما عملت معاه اول مره. هنا بقى المضايقه بتجيلي من هنا، مش ان هو يعني غير ان هو اثر في الموضوع بتاعي، لا هو لما بيتعرض تاني الموقف ده بيبقى مستني مني ان انا برضو كل مره انا اللي اكون بالظبط بتعامل بطريقه معينه، فلما ما اعملهاش واعمل زيه يحس ان هو ده فلان مؤثر معايا او فلان مش قد كده. فاهم حاجه؟ فاهمه والله، بس انا عشان افتكرت مواقف دلوقتي قلبنا المواجع وقعدت اقول لا لما هيقعوا في نفس المشكله انا مش حق، بس اول ما وقعوا في نفس المشكله انا كنت بقى لا واقفه جنبهم عادي ومفيش في سن الضمير كده بتطلع بس برضو في حاجه بتقول لك فرصتك يا بنتي، فرصتك ان انت توريهم انت حسيتي بايه. خلينا متفقين اللي بيعمل حركه حلوه اصلا من الاول وبيعملها عشان هو من جواه شخص كويس، مش بيعمل كده عشان الناس تقول عليه بيعمل حركه حلوه او مستني حاجه او مستني حاجه في المقابل. بس احيانا لما هو بيتعرض لموقف في وقعه معينه في حياته يعني بيبقى مستني اللي يسنده، وخصوصا الناس اللي هو وقف جنبهم قبل كده، فهو مش بيعمل كده عشان لما في ناس ممكن تقول لك انا بقدم السبت، مين عارف، في ناس تعمل خير لله وبتقول لك انا برميه في البحر.
بس في نفس الوقت برضو بيبقى في حته عشم كده انساني. انا عملت مع فن كده، فن على الاقل لو مش هتعمل نفس اللي عملته 100% تبقى على الاقل ال 50% موجوده. درجة القرب برضو بتبقى، كل ما درجة القرب طبعاً. بتزيد كل ما العشم بقى بيزيد خالص. العشم بيوجع. صح. بتضايق قوي قوي قوي، لان انت انا مستنيه منك، انت مش مستنيه من الغريب. وتضايق اكتر بقى لما تلاقي الغريب اللي عملها وانت ما عملتش حاجه. صح. ولما الغريب يقف جنبك في حاجه القريب ما وقفش جنبك فيها بيسخنك اكتر على يعني بتحسي اللي هو دي جت من الغريب وما جاتش منك. بالظبط كده. فتزعلي اكتر. تزعل اكتر. بس المواقف دي بتعرفك الناس اللي حواليك بجد. دايما المواقف دي تعرفك مين اللي بجد هيبقى جنبك، مين اللي عامل فيها صاحبك. تفتكر ما بيبقاش شايف هو بيعمل ايه فعلا؟ اكيد ممكن. صح. ممكن كل واحد بيبقى شايفها من زاويه انانيه جدا. صح. يعني هو بيشوفها من زاويه ان هو ما بيحسبش اللي فات، هو بيحسب بس لما بترجع انت تقصري معاه فيجي يقولك هو فلان ليه ما عملش معايا كده. هو بيحس ساعتها بالفرق. يعني انت اوريدي معروف ان فانا على طول بتسال وعلى طول بتبقى اول واحده موجوده والحاجات دي كلها. لما فانا وقعت في موضوع وهو ما عملش معاها زي ما هي عملت معاه، لما هو بيقع تاني، ما الدنيا دي اصلها جمعيه ودايره، لما هو بيقع تاني بيبتدي يهاجم بقى فانا. دي فانا ما فيهاش الخير، دي فانا قليله الاصل، دي فانا ما صنتش العيش والملح، دي فانا دي انا غلطان ان انا قلت عليها ان هي عشره وهانت عليها عشره العمر. هيبتدي يخش في صعبانيات. يا ابني ما انت لسه واقع في اول الموضوع، يعني في اول السنه مثلا تحصل لك حوار، كانت فانا كانت اول واحده موجوده معاك فيه، ولما فانا حصل لها الموضوع ده انت كنت فين؟ صح. ففانا مش هقول لك خدت على خطيرها، بس هي رجعت كل حاجه في مكانها تاني. كانت حاطه حاجات في اماكن غلط. صح. فهي قررت ان هي تعيد ترتيب الحاجات دي تاني. فانت قررت فجاه ان فانا بقت مقصره في المطلق. لا، هي فانا ما بقتش تدي للي حواليها غير اللي فعلا بيبادلوها نفس المعامله. لان في ناس كتير بتصعب عليها، انا بقى بتعملي مجهود وبتبقي شايله همهم على طول وبتسالي عليهم وبتقفي جنبهم واوقات كل حاجة. والله لما بتعمل كده ما بتبقاش حاسس ان انت بتعمل مجهود خالص، على قد ما انت بجد بتدي حب. يعني انت نفسك بتبقى قلقان على الشخص ده، ومن جواك عايز تطمن عليه وعايز تتأكد ان هو في احسن حال، وعارف الظروف اللي هو بيمر بيها، فانت عايز بالعكس اللي هو انت قلقان عليه. انما يعني ما بتبقاش بتعمل الموضوع ده غصب عنك، فبيبقى طالع بحب. ده بقى اللي بيوجع اكتر، لما انت الشخص ده ما يبقاش موجود معاك في الفترة اللي انت بتقع فيها. لا، ولما تطلب منه ما يبقاش موجود، يا نهار اسود. ده اللي هو طب انا يعني ايه بقى، في ايه بعد كده؟ طلبت الاهتمام اصلا، قلت لك انا في فترة صعبة ومحتاجك جنبي. طبعا اكيد مش عارفه ايه كل الكلام، مفيش بقى. فلا، ساعتها يا اما بتواجه يا اما بتروح وبتعاتب وبتطلع اللي جواك علشان ترتاح، لان انت عايز تطلع اللي جواك، يا اما بس شكرا بتعيد ترتيبه في اولوياتك. ما بيبقاش في الاولويات اصلا خالص، بتحط بقى في حته تانية كده خالص. ولما بيجي هو يقع بعد كده يشتكي منك انت. صح. سيبه بقى يشتكي زي ما هو عايز، وروح بقى اشتكي للناس وايه، اخبط راسك في الحيط. عادة هتلاقي الشخص طول الوقت عنده الحاجة وعكسها وهو تمام معاها. يعني اللي بيتأخر بيكره الانتظار، اللي بينسى يتضايق قوي لما تنساه، اللي ما بيردش بيكون اول واحد بيتضايق وبيستعجل الرد، والنوع ده بيقبل على غيره اللي ما بيقبلوش على نفسه. دي اكتر حاجه بالنسبه لي غير عادله في الدنيا. يعني انا شخص عامه مواعيدي مش اظبط حاجه عشان نبقى في الصوره. حد يتاخر عليا عامه عمري ما بلومه عشان نبقى في الصوره. طبعا بحاول التزم اكيد. وبتلوم نفسك شويه برضو، بيجي لك لا مش فاهمين. انا مواعيدي مش كارثه، مش مظبوطه بالظبط، بس في نفس الوقت مش اللي هو اقول لك عدي عليك الساعه 1 تلاقيني الساعه 4. مش انا الشخص ده خالص. لا دول خالص. ولما ولو هتاخر وانا جاي في الطريق بحس اللي هو لا، انا لازم اكلم فلان ده عشان لو في ايده حاجه عايز يعملها بتاع عشان ما يستعجلنيش. وفي نفس الوقت محترم. بحاول على قد ما اقدر يعني بجتهد. بس هو الفكره كلها ان انا لو في حاجه معينه ما بقاش انا الشخص اللي هو ما بيردش على التليفون، متعصب جدا الناس ما بتردش على تليفوناتها.
تمام. بس انا بحس الناس اللي بتتعصب هي الناس اللي بتبقى ملتزمه قوي بحاجات معينه وبرضه هنا عندهم حق. هنا يبقى لهم حق، لان هم فعلا طول عمرهم بيحترموا المواعيد، ويقول لك انا عدى عليك الساعه 8 يبقى 8 بالثانيه يبقى واقف عندك. هنا انت لما تتاخر عليه لازم فعلا يكون هو متضايق، فانت تحاول تصالحه. تمام. لكن انت عموما لو انت شخص بتتاخر وهو قرر في يوم يتاخر عليك، مالكش حق ان انت تيجي تقول انت ايه يا عم المواعيد الوحشه اللي انت جاي لي فيها دي. يعني هو بيعاملك بالمثل، يعني عادي، هو عارف ان انت شخص مواعيدك وحشه، وعارف ان انت شخص مش ملتزم، وان انت بتحترمش المواعيد دي، فقرر ان هو تمام يعني. واحده بواحده. يوم لما انا اجي في ميعادي تبقى انت اللي هتتاخر، يعني اللي هو احنا بنبدل بقى ولا ايه؟ بس بتبقى اوقات المعامله بالمثل فعلا. خلينا اقول لكم على امثله بسيطه في اليوميات العاديه اللي احنا بنتعامل بيها. في شخص لو صاحبك بيسال عليك دايما وبيتاكد انك تمام، طبيعي ان انت كمان تكون بتسال عليه، مش تكون متاح على طول، او ما بتحاولش ان انت تاخد جزء من يومك حتى لو انت مشغول ان انت ما تسالش عليه. يعني دايما بيبقى فيه اللي هو والله فلان ده فيه الخير على طول بيسال، طب انت بتسال عليه؟ لا، ليه؟ اصلي مش فاضي. ما تبقاش دايما. كل واحد في يعني فينا جواه او في داء معين هو عارفه ومتصالح بيه ان هو عنده العيب ده، مفيش مشكله، مفيش حد خالي من العيوب، بس بلاش ان احنا نستند دايما على شماعه العيب اللي موجود عندنا ده. اللي هو فن انت ليه ما رحتيش العزا بتاع والد اختك اللي انت بتربيها معاها صاحبتك انت عارفني انا ما ايه ده بركزش مثلا. فبيبقى في ناس اللي هو احنا عارفين ان فانا مثلا بتهتمش بالايفنتات عامه ولا حلوه ولا وحشه، بس في حاجات معينه، لا في ايفنتس معينه فانا محتاجه تكون متواجده فيه ضروريه. ما تجيش تقولي لي ما انت عارف انا كده ما انا ما رحتش عيد ميلاد فلان، ما ده برضه اخويا ومتربيه معاه. لا، ما تبيعليش بيعه ان انت كده بتكبري مخك عن اي حاجه بتعمليها. فهو كمان الموضوع ده ما يستاهلش ان انت تهتمي بيه. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.